بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا نتكلم من صنعاء القديمة، هذه المنطقة التراثية الجميلة. هذه المنطقة المحمية أيضا من اليونسكو حرصا عليها وعلى تراثها حتى لا ينقرض. قبل عام تقريبا في الصيف زرت مدينة ديفون الفرنسية، وزرت الأديب البابطين عبد العزيز البابطين، زرته ووجدت عنده رجل أعمال من رجال الكويت، فقال لي إنه يعالج في سويسرا عند طبيبة سويسرية مشهورة في العلاج الطبيعي، وتقول هي بأن الأمراض من خلال الأدوية 30,000 مرض تعالج طبيعي. يقول وجدت على طاولتها وفي استراحتها عشرات مجلات عديدة عليها صورة اليمن وتاريخ اليمن واستراحات اليمن ومنتزهات اليمن وآثار اليمن وسياحة اليمن. فقلت لها ما هذا؟ قالت لم تذهبوا إلى اليمن؟ قلت لا. قالت الذي لم يذهب إلى اليمن لم يرى الكون الطبيعي، لم يرى الناس في طبيعتهم. في اليمن كل شيء طبيعي، البيع، الشراء، حركة الناس، اللبس، التواضع، الحيوية، هذا في حركة الناس. فكيف بالعلاقات العامة؟ من أجل ذلك جئنا لليمن لكي نرجع للطبيعة قليلا بدل الحياة الرأسمالية الاستهلاكية القالبية المصمتة التي ركزت الفردية على حساب الجماعية. في اليمن تحس منذ الصباح الباكر بعملية التراحم والتآلف الاجتماعي، ويعني غلبت هذا التراحم الاجتماعي على الجانب التعاقدي الرسمي. يبدأ هذا بثقافة الطعام. الناس هناك الإفطار يضع الطاسة أو الإناء الحجري هذا الذي يخرج منه الدخان ويضع فيه ما شاء الله له من رزق، فتجد الأيادي تأتي، المائدة مفتوحة، حياك، مر، تفضل، تعرفهم ما تعرفهم، من المنطقة من غير المنطقة، هذا الدكان وذلك الدكان وهذا. هكذا تكون الكرم والتفاعل بلا أي فضلات زائدة، لأن الأكل ماذا؟ لأن الأكل طبيعي بلا أي مواد حافظة، بلا أي إضافات. هنا تحس بالمجتمع التراحمي الذي نحب أن نعزز فيه هذه العلاقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحلوة؟ احنا نحب أهل اليمن ما شاء الله. نفطر معاكم؟ يا هلا. بسم الله بسم الله بسم الله. احنا ما نسمع عن اليمن إلا الكرم. أنا عارف. هلا يا عم. والله في كمك. الله يعزك. تسلم تسلم ما شاء الله. مشكورين مشكورين. الله يعزك. أنت اللي فوق الرأس. استريح يا عم استريح. والله تستريح. الحمد لله. اكرمني. الحمد لله. معلش. ادري بس تؤنسني. ساعدني. يا حاج ليس براكم. هذه ايش اسمها الاكله؟ هذا اسمها خلطه يعني. خلطه شعبيه. نعم. انتم من اماكن بالسوق محلات متنوعه. ما شاء الله. واحد من هؤلاء واحد من اكل حد الاكل فوق الاكل ما شاء الله. هذا ايش؟ حلب يعني حجر. حياكم الله. حياكم الله يحييك. ما شاء الله. حلو مشكور. يعني هذا ما شاء الله يحفظ الحرارة. الحجر هذا شاكرين لكم. الله يعزك. مشكورين. مشكور. والله شرفتونا. الله يبارك فيك. انا اشكرك انك عربي صحيح. الله يبارك فيك يا عم. برنامج في قناة الرأي انا دائما احنا دائما نقول ان ما في كلافة. انتم هني طبيعيين، اي واحد يجي ياكل، صح ولا لا يا جماعه؟ شيء حلو يجي ياكل بدون عزومه. هو مدام الجلسه خاصه وخارجيه ومفتوحه، طعام الواحد يكفي الاثنين، يقول عليه الصلاه والسلام. يكفي العشره عندنا احنا. ما كفى واحد كفى عشره. والله صدقت. الله يوفقك. اكرمكم الله. الله يوفقك. كثر الله خيركم. جزاكم الله خير. مشكورين يا جماعه. الله يجزاكم خير. مشكورين يا جماعه. تسلمون. الحمد لله. الحمد لله. مع السلامه. مع السلامه يا عم. الله معنا. الله يبارك فيك. الله معنا. تسلم تسلم. بحب راسك. الله يسلمك.
اليمن معروفة بالزبيب، اليمن عرفت بالزبيب. هذا الزبيب موجود في كل مكان، لكن نحن نعرف الزبيب أكلا، إلا أن اليمنيين يعرفونه شربا وتذوقا. وأنا شخصيا أقول لكم ما ذقت شراب خفيف ولذيذ في خفة مثل هذا النقيع الجميل الذي تمتد الأيادي بلا ألوان، بلا سكريات، بلا مضاعفات كيميائية، تشربه طبيعي نقي من إخوانك اليمنيين. أنت ضيف، إذا أنت تأخذ كل شيء مجاني، ولا يسمح لك أن تضع يدك في جيبك لكي تقدم أي شيء. هكذا مجتمع كل شيء طبيعي في اليمن، العلاقات، الأكل، الشرب، الترحيب، التوزيع. السلام عليكم يا غالي، كيف الصحة؟ ما شاء الله. هذا ايش يسمونه؟ هذا محل لا نقي. هذا عند الجديد ما شاء الله. خلينا نسأل عنه. يا عم أحمد واحد. السلام عليكم يا عم أحمد. اخوانك من الكويت يزورونك ويسلمون عليك. آمين والله. ويسمعون عن هذا عصير الزبيب. هذا نقيع الزبيب. الدولة كانت الاثنين ما يقع لا يشربوا. الله منهم. ما يسكتوا لا يشربوا. يقول أصر أن المصورين الاثنين يشربون. الله يسلمك. معلش تقول بعدين. عطهم يا حبيبي، خلي العين تصوير وعين شرب. أهل اليمن كرمة وأحباب، مظهر من أروع المظاهر، والجميل فيه عندما تراه في الصباح أن تجد البائع التاجر يبدأ يومه بكتاب الله، بكتاب القيم والأخلاق. ماذا تظنون بإنسان يبدأ يومه في سوقه، السوق الذي فيه الغش والذي فيه المجاملة والذي فيه المهاترة، يبدأ يومه بالقرآن؟ أليس هذا سوق تغلب عليه الأمانة والتوكل والقناعة وعدم الغش؟ إذا كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إلى هذه القيم تشوفها هناك في اليمن. لذلك تحس الناس تترك دكاكينها وتذهب وهي مؤمنة على هذه الدكاكين. هؤلاء الناس الذين يجوبون هذا الشارع وهذه الأزقة يمرون، تمر في محلات أحيانا صاحبة قال لا خلها عندي، يترك المحل هكذا. بساطة وأمانة وعلاقة حلوة وتلقائية في العلاقات لا توجد في كثير من المجتمعات الصناعية والرأسمالية والتي طغى عليها قضية القانون، لأن الأخلاق تراجعت كثيرا. من الأمور التي تباع في صنعاء القديمة، ونحن في صنعاء القديمة، محل الجنبيات. هذه الجنبيات يعتبرونها جزء من الهوية اليمنية. كيس بحزام بخنجر، الخناجر في كل مكان.